السلام عليكم. يعد شهر رمضان في الدول العربية شهرا لعرض البرامج والمسلسلات الفنية، وتأخذ الأعمال الفنية السياسية حيزا في عالم الإنتاج الرمضاني. وفي عام 2023 أنتج المسلسل السياسي ابتسم أيها الجنرال، الذي يعكس في حقيقته الأزمة السورية وصراع الشعب ضد السلطة الحاكمة الطاغية. وعلى الضفة الأخرى كان مسلسل الزند، الذي حاول منتجوه بدورهم إرسال رسائل سياسية ولكن بطريقتهم. وبدأت هذه الرسائل منذ الحلقة الأولى، فتدور قصة المسلسل في منطقة سورية تعرف باتباع أبنائها للمذهب العلوي النصيري. فبدأ المسلسل بتصوير القرية مع رفع الأذان الإسلامي، مع العلم أن الأذان الإسلامي لا يرفع في تلك المناطق، وتبعه مشهد صلاة لأحد أبناء القرية وهو يصلي الصلاة الإسلامية على الطريقة السنية. والمعروف أن أبناء الديانة النصيرية لا يصلون، وإن صلوا لا يصلون على الطريقة السنية. والمسلسل كان يدور في الحقبة العثمانية في ولاية سوريا حسب زعم المسلسل، ولكن خلال الدولة العثمانية لم يكن هناك ولاية سوريا أبدا، بل كان هناك ولاية الشام وولاية حلب. وسوريا الحالية بحدودها الإدارية كانت منقسمة بين 4 ولايات عثمانية، هي ولاية حلب والشام والموصل وبيروت. طبعا ما هي إلا محاولات لخلق صورة سياسية مخالفة للواقع لا أكثر. فما رأيكم بهذا النوع من المسلسلات؟ وهل سنرى المزيد من هذه المسلسلات والرسائل السياسية في السنوات القادمة؟